طيب ونوع شرير تؤدي للوفاة حرفيا. أدوية التخسيس، أستخدم أدوية للتخسيس ولا لأ؟ هل أدوية التخسيس فعالة؟ بتساعد بنسبة قد إيه؟ هل آمنة؟ هل مضرة؟ في الواقع انقسم الناس لجزئين. الجزء الأولاني رافض تماما استخدام أي أدوية في التخسيس، بيدعو دايما للرياضة والأكل الصحي، بيرفض تماما استخدام الأدوية أيا كانت إيه هي. الجزء الثاني بيتعامل مع أدوية التخسيس وكأنها سحر، مع أدوية التخسيس بشكل مبالغ فيه، ومدي أدوية التخسيس أكبر من حجمها، بيشوفها إنها حاجة هتخليني أكل اللي أنا عايزه وما ألعبش رياضة وما أتحركش وأخس. الاتنين غلط. هقسم الأدوية اللي بتستخدم للناس اللي بتتبع حمية غذائية لتقليل الوزن لنوعين، نوع طيب ونوع شرير. هبدأ بالنوع الطيب. دي اي ادويه مش هتضرني، في منها انواع كتيره جدا. اول حاجه المكملات الغذائيه. المكملات الغذائيه قد تكون ضروره، دعوه لعدم استخدام ادويه التخسيس ايا كان الوضع، دي مش دعوه صحيحه، لان في بعض الناس بيكون عندهم مثلا مشاكل صحيه فمضطر ياخد ادويه، زي مثلا حد عنده مشاكل في الغده الدرقيه عشان كده هو ما بيخسش، هو عنده ضعف او نقص في افراز هرمونات الغده الدرقيه، وبالتالي هو ده السبب في ان هو بيكتسب وزن. ازاي اقول ما ياخدش ادويه؟ مثلا حد عنده نقص في الحديد او فيتامين دي، وبرده في حاجات مستخلصات طبيعيه، حاجات طبيعيه ما فيهاش اي مشاكل، متعبيه في كبسوله، زي الالياف مثلا. الالياف دي موجوده في الاكل بشكل طبيعي، موجوده في الخضار، موجوده في السلطه، خدوا الالياف دي عبوها في كبسوله، مفيش منها مشاكل للانسان اللي ما عندوش مشاكل صحيه. ابل لايت انا سايبه لكم لينك في فيديو بيتكلم عنه بالتفصيل. في ادويه كتيره بتبقى من مستخلصات طبيعيه، الانسان الطبيعي ما فيش منها اي اضرار. النوع الثاني من الادويه هي الادويه الشريره. دي ادويه الحقيقه مش بس مضره، هي ممكن تؤدي للوفاة حرفيا. اعرفها ازاي؟ دي عبارة عن ادوية مش بتتصنع في مصانع ادوية، مش بتتصنع في شركات ادوية، مفيش رقابة عليها، بتتصنع في دول كتيرة زي الهند والصين، وبتيجي مصر متهربة وبتتباع في صيدليات متهربة، واسعارها غالية جدا. اي دواء مرخص بيبقى عليه رقابة، والرقابة دي دورها انها تتأكد ان اللي مكتوب على العلبة هو اللي جوه الدواء حقيقي. الادوية دي مفيش عليها رقابة، انا مش عارفة هم حاطين فيها ايه، هما بيحطوا فيها ايه؟ بيحطوا فيها حاجات زي الفينولفثالين، زي السيبيوترامين. دي ادويه اتمنع استخدامها، بتاثر على الجهاز العصبي، بتاثر على القلب، بتاثر على الاوعيه الدمويه، في بعض الناس ممكن تموت منها. وعايزين تعرفوا ايه هي الادويه دي، امثله عليها يعني وبالظبط بتعمل ايه بالتفصيل، انا شرحها في فيديو، يعني سايبه لينكو برضو ما فهمتش استخدم ادويه ولا لا. شخص ما بيعانيش من مشاكل صحيه، واحده مش حامل او بترضع، ممكن تستخدم بعض الادويه اللي هي فيها الياف او اللي فيها مستخلصات طبيعيه المرخصه واللي بتتباع في الصيدليه واسعارها ما هيش غاليه. ونصيحه، ابعد عن اي دواء مش مترخص. هل ادويه التخسيس فعاله وبتساعد بنسبه قد ايه؟ ادويه التخسيس مش بتخسس، ادويه التخسيس بتساعد. الاساس دايما هو اني اقفل بقي اتحرك. الادويه هتساعدني ان اعمل ده عن طريق انها شويه تحسسني بالشبع، شويه تقلل شره السكر، تملى شويه المعده، زود سن الحرق. لو انا اصلا عندي مشاكل صحيه في الحرق، مقاومه انسولين مثلا، او مشاكل زي مشاكل الغده الدرقيه، اكيد هتساعدني بشكل كبير. لكن قبل كل ده، لو انا ما استبعتش نظام غذائي صحيح، ولو انا ما اتحركتش وزودت حركتي، الادويه مش هتعمل حاجه. يعني الادويه هتعمل حاجه لكن مش هتعمل حاجه كافيه انها تخسسك لوحدها. ما نقعدش نلف حوالين بعض واقعد ادور على حاجه تخسسني من غير ما اعمل مجهود. مفيش حاجه في الحياه من غير مجهود، لازم تعمل مجهود، لازم تاخد وقت ومجهود. في النهايه لو عجبك الفيديو ممكن تشاركه مع اصحابك لو حد محتاجه، واشترك في القناه عشان هتلاقي فيديوهات بتتكلم عن المشاكل الصحيه والمشاكل النفسيه، كمان المشاكل التجميليه زي الشعر، البشره، الحاجات دي. سيب لنا في التعليقات لو في حاجه حابب نتكلم عنها او اي سؤال، انا بجاوب على كل الاسئله.